السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسالة النهاردة. قاعدة مهمة جدا لكل واحد بيدور على النجاح وعايز يرسم طريق ليه ويمشي عليه عشان يوصل لهدفه اللي هو عايزه. دايما لما تنوي انك انت هتبدأ بقى تكافح وعايز هدف تحققه وعايز النجاح، لازما يا بطل تكون مستعد لكل اللي هتقابله، من عراقيل، من حاجات هتضايق، من حاجات هتعوقك. لازم أن تكون مستعد وعندك إصرار وعزيمة وصبر وقوة إنك أنت تكمل عشان توصل لهدفك، لأن الطريق مش هيكون مفروش بالورد، ولا هتقدر توصل للي أنت عايزه بسهولة، ولكن بثقتك في الله وإيمانك وثقتك في نفسك، وإنك أنت تبقى عندك إصرار وعزيمة وقوة إنك أنت توصل لهدفك. فأكيد بعون الله هتوصل، لأن ربنا ما بيضيعش تعب حد. حتى ربنا سبحانه وتعالى في كتابنا العزيز لما بيتكلم في آية فيما معناها إن الإنسان اللي بينمو إن هو يعمل العمل الصالح ويدعو الناس بالمعروف، دايما أول حاجة هستعين بيها، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني أنت لازم تستعين بالصبر. الصبر على إيه؟ على كل اللي هتقابله. أنت مش هتلاقي الدنيا يعني جميلة ووردي. أنت بتدعي للعمل الصالح، بتدعي لحاجة ربنا بيحبها، ولكن هتلاقي عراقيل كتير جدا والدنيا مش احسن حاجة. فربنا بيقول لك حاسب، واوعى اوعى انك انت ما تصبرش، واوعى انك انت ما تبقاش عندك القوة انك انت تكمل. فلازم تصبر على اللي انت هتشوفه، يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. فلو عايز تنجح وتحقق هدف في حياتك، لازم تبقى عندك القوة وتبقى مستعد للي انت هتقابله، ويبقى عندك القوة اللي كانت تقدر تعديه وتوصل للي انت عايزه. فاوعى تنسى، النجاح محتاج قوة وعزيمة وإرادة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم نفسك. أشوفكم على خير في رسالة جديدة من رسائل أحمد غني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.